دماغك ما يحس أبد بالألم؟ تعال اعرف سالفة جديدة. تدري إنه دماغك ما يحس أبد بالألم، واللي هو يمثل مركز قيادة الجسم ما يحس بالألم أبد. يعني حتى لو ضربت على الدماغ ما راح يقول لك آخ. خل أحكي لك شلون. علميا الدماغ ما بيه مستقبلات ألم، يعني لو فتحت راسك وشفت الدماغ وضغطت عليه ما راح تحس بشي. بس لا تجربها بالبيت. هسه راح تقول لي زين ليش نصدع؟ ليش يصير عندنا صداع اذا ما نحس بالالم؟ الجواب الاعصاب والاوعيه اللي تحيط بالدماغ مثل السحايا، الاوعيه الدمويه، فروه الراس، هي اللي تصيح وترسل اشارات الى الدماغ. الدماغ راح يترجمها الى الم. يعني الدماغ ما يتالم بس يخليك تتالم بداله. وعلى فكره هواي عمليات جراحيه للدماغ يسووها والمريض صاحي، يعني هو ابد ما راح يحس بالالم. يعني تخيل المريض يعزف نسوي له عملية يحل كلمات متقاطعة هو صاحي داخل العملية. فالمرة الجاية لو صار عندك صداع لا تلوم الدماغ لأن هو بريء خطية. تريد بعد سالفة لو كافي؟ لايك، متابعة وشير للفيديو.